السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض شيبسي المخابز او المقرمشات المخابز، ودي بتتباع فعلا في الافران. بس احنا هنعملها بطريقه حلوه جدا وسهله واحسن كمان من الجاهز. بجد اول ما هتجربيها مش هتشتريها تاني من بره، هتندمي انك اشتريتيها قبل كده. بجد حلو جدا ودايب وحلو سناكس وجميل جدا. انا معايا هنا كوبايتين من الدقيق وربع كوبايه من الزيت ونص كوبايه من الميه ومعلقه صلصه كبيره هناخدها ومعلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه صغيره سكر وذره ملح. انا حطيت هنا نص كوبايه الميه وهحط عليها دلوقتي معلقه سكر صغيره، معلقه صغيره، وهحط عليها ذره الملح. وبعد كده هنحط معلقه صلصه كبيره. تمام، لو ما عندكيش صلصه ممكن معلقه كاتشب كبيره هتأدي الغرض وتبقى حلوه جدا برضو. تمام، وبعد كده هحط معلقه صغيره بيكنج باودر. بعد ربع كوبايه الزيت هحط معلقه صغيره بيكنج باودر، يعني مش كبيره، نص المعلقه الصغيره، عشان احنا مش عايزينه يعني ينفش وكده. دي بتبقى مقرمشات. وبعد كده هقلب كل المكونات دي كده مع بعض كويس جدا. يعني ما استخدمتش غير ربع كوبايه من الزيت على كوبايتين من الدقيق. اول ما كل المكونات تمتزج مع بعض هنزل بكوبايتين الدقيق. تمام، وهقلبهم كويس جدا لما يدينا عجينه متماسكه اعرف تتفرد معايا يعني. تمام، بجد حلوه جدا والله، هتجربيها يعني مش هتشتري تاني من بره. وحلو جدا كده سناكس بدل الشيبسي والحاجات الجاهزه. انا بقلب فيه كده كويس لغايه ما يدينا عجينه متماسكه. اهم حاجه تعجنيها كويس جدا جدا وتسيبيها بعد ما بتعجنيها ربع ساعه عشان ترتاح، عشان تتفرد معاكي بسهوله. انا هنا عايزه عجينه متماسكه، ما تكونش طريه في ايدي كده وملزقه. وكل ما بتسيبيها ترتاح، انا هسيبها هنا ربع ساعه كده او 10 دقايق ترتاح شويه. وبعد كده باخدها واقسمها لكور صغيره، مش كور كبيره خالص، كور صغيره. تمام، ويا ريت الاشتراك في القناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. بعد كده هقطعها صغير صغير خالص على حسب الكوره اللي انا عايزاها مقاسها. تمام، يعني ما تخليش الكوره كبيره قوي لان احنا بنفردها فتتفرد معاكي بسهوله وهتديكي حجم كويس. يعني الكميه دي هتعمل معاكي كميه حلوه جدا زي ما انت شفتيها كده في اول الفيديو. لو الكوره حساها كبيره في ايدك تصغريها. انا بعد ما بخلصهم كلهم كور كده صغيره ببدا باللي انا كورتها في الاول خالص، بتبقى ارتاحت وبتتفرد معايا بسهوله. باخد شويه دقيق كده على الرخامه عشان تتفرد معاكي وما تلزقش، وحبه من فوق حبه من تحت كده، وبتفرديها بالراحه خالص بتلاقيها اتفردت معاكي، ما بترجعش تاني لان هي بتبقى اتعجنت كويس وارتاحت شويه كويس. تمام، انا بفردها سمك رفيع جدا جدا جدا، رقيق جدا، يعني سمكها بيبقى رقيق خالص. زي ما انت شايفه كده بتتفرد معايا بسهوله. انا بحاول اعملها مره بالطول ومره بالعرض لغايه ما يديني على شكل دايره. تمام، وبعد كده يا اما بتقطعيها وهي مكانها كده، يا اما بتحطيها في الصينيه وتقطعيها. تمام، يعني على حسب الشكل يجي معاكي، مش شرط كوره بالظبط، مش شرط دايره قصدي بالظبط، على قد ما بنقدر بنعملها دايره. وبعد كده باخدها احطها في الصينيه وبعملها بالشوكه كده زي حكايه البيتزا كده اللي احنا مش عايزينها تنفش معانا. وبعد كده بتقطعيها تقطيعات 4، يعني الدايرة دي بقطعها على 4. تمام، وبتحطيها في الصينية وبتخلصي الكمية كلها بالمنظر ده كده. وممكن كمان لو انت عايزاها شكل مستطيل هتعملي بدل دايرة هتعمليها على شكل مستطيل وتقطعيها مربعات، برضه هتبقى حلوة يعني. بس انا بحاول اعملها لك على زي المخابز كده بالظبط كده، ما بيعوها مثلثات. تمام، مرة بالطول ومرة بالعرض هتديكي دايرة بتتفرد معايا بجد بسهولة، ما بترجعش تاني العجينة لان هي اتعجنت كويس وارتاحت. بتحطي لو لقيتيها ملزقه كده مثلا حبه دقيق خفيفه خالص، مش هتضر بالعجينه خالص ولا تاثر فيها. انا دي ممكن مثلا تعمليها بالطول وتقطعيها مربعات. بجد والله يعني انا اول ما خلصته خلص بسرعه، بجد حلو جدا جدا. يعني انا كنت بندم ان انا بشتري من بره،
بعد كده هتقطعيها بالمنظر ده كده او تحطيها في الصينيه وتقطعوها هي في الصينيه. بس انا هنا نسيت ان انا اعملها بالشوكه، فهعملها وهي في الصينيه. بعد ما بحطها اعملها بالشوكه زي ما انت شايفه كده. وبعد كده انا حطيت دول كده سلام، وبعد كده هقطعهم وهما في الصينيه. يعني ده اسهل بكتير من انك تقطعه وتحطي تاني. يعني انا حبيت اوريكي الاثنين، بتبقى اسهل اكتر انك تحطيها في الصينيه وتقطعيها. انا هنا معايا معلقه صلصه وذره ملح وذره سكر وفلفل اسود، وبدهن بيها الوش علشان احط عليها سمسم او حبه البركه او كمون او جبنه رومي، اي طعم انت تحبيه. وممكن كمان هريسه، بجد حلوه جدا. لو ما عندكيش الصلصه دي ممكن كمان معلقه كاتشب زي ما قلت لك، وتخفيها بمعلقه ميه. اهم حاجه يعني احسن من البيض بجد يعني، وبيديها طعم حلو جدا الصلصه مع ذره الملح والسكر والفلفل الاسود. وبعد كده بتحطي بقى الفلفل السمسم، حبه البركه، كمون، لو عندك جبنه رومي، بجد طعمها حلو جدا وهايل. وانا ببقى مولعه الفرن على درجه حراره متوسطه قبلها بحوالي 5 دقايق كده عشان الفرن يبقى سخن. وبعد كده بحطهم على الرف الوسطاني وهي بتستوي معاكي بسهوله. اول ما بتحرك الصينيه بتلاقيه اتحركت من مكانها، المقرمشات اتحركت من مكانها كده وخلعت من الصينيه، فبتعرفي ان هي خلاص كده استوت ووشها بيبقى حمر. بتسيبيها حوالي دقيقتين كده في الصينيه وتبداي تطلعيها. بجد حلوه جدا، تحفه بجد، هي بتبقى ادمان ليكو. وممكن كمون لو عايزه، بجد حلو خالص. انا بدخلهم الفرن على رف الوسطاني وبيطلع معايا بالمنظر الجميل ده. بجد بيطلع دايب، هي مفيش دقيقتين بتبص تلاقيه داب معاكي بسرعه ونشف. بجد اجمل من البسكوت كمان، حلو خالص. يا رب تكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.